والله يا جماعة أنا مش عارف أقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. رياكت جديد مع هشام. الواحد زهق والله العظيم من اللي بيحصل. يعني إيه 20,000 لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟ يعني أنت آخر ماتش في دوري المجموعات عملتلي 50,000، وفي ماتش دور التمانية مع الرجاء عملتلي 50,000. جاي في ماتش النهائي تقولي 20,000؟ طب ليه يعني؟ هو إيه ده أصلا؟ يعني إيه أصلا؟ جات لك موافقة أمنية ب10، جات لك موافقة أمنية ب20، جات لك موافقة أمنية ب50. مفيش كده يا جدعان في الدنيا كلها. في حاجة اسمها في ماتش تذاكر تطبع على قد المدرجات. ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا بنرجع لورا ولا بنطلع لقدام؟ انا مش عاجبني اللي حصل ساعة ماتش الرجاء، ومش عاجبني القرف اللي حصل، وان صوت جمهور الرجاء هو اللي كان طالع واحنا في الملعب بتاعنا. بس يا عم، لا يعني ايه تحجم الجمهور؟ يعني ايه تحجم عدد الجمهور؟ هو بالمزاج؟ هو في ايه؟ في ايه بقى؟ الواحد زهق. يعني الواحد فعلا ما بقاش طايق يصنع حاجه من الكوره بسبب اللي بيحصل ده. حاجه يعني مستفزه. انتوا يعني استغفر الله العظيم، الواحد فعلا مخنوق. مخنوق من اللي بيسمعه. وهنحاول ليه ده كله؟ ليه؟ نفسي حد يطلع يقول ليه. يعني مشكلة انه يقول لك هم 20,000 ومحدش يقول لك ليه. هو 20,000 وخلاص. حاجة مستفزة جدا 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 يعني. بس يعني نكمل بقى الاستفزاز. واحد معرفش بقى من عضو من اعضاء الزمالك رفع قضية على اتحاد الكورة والنادي الاهلي، ان النادي الاهلي ضحك عليهم وخلاهم ينسحبوا من كاس السوبر، ولا احنا من حقنا اللي احنا نلعب السوبر. يا ابني انت مغيب؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ انت باعت جواب الاعتذار بنفسك. هو حد ضربك على ايدك؟ قضية خسرانة من قبل ما تتنظر اصلا. انتوا مثير الجدل، انتوا بتحبوا الجدل. انتوا ما تعيشوش من غير قرف كده. لكن تبقى الموضوع رياضة بس، لا. ما تمشيش. ما انتوا لو رياضة بس يبقى هتخسروا كل حاجة. لازم قرف علشان اسم الزمالك يطلع. لازم. بس واحب اقول لكل الاهلاويه ان الشناوي باذن الله بنسبه 100% في خلاص في نهائي دوري ابطال افريقيا. والاهلي اعلن بكده بشكل رسمي. والحمد لله كده الواحد يعني يطمن شويه. وان شاء الله ماتش يوم الاثنين ده يعدي باذن الله على خير، وما يحصلش اي اصابات عشان نخش كاملين في النهائي باذن الله. يلا تصبحوا على خير.